أهلا وسهلا بالسادة المشاهدين. مؤخرا كان واحد النقاش سياسي حول مجموعة من المشاريع القوانين اللي كتخص العملية الانتخابية، وحنا كنعرفوا مبقاش بزاف الانتخابات، يعني الانتخابات غتكون سنة 2026. وهاد القوانين منها مشروع القانون التنظيمي لمجلس النواب اللي كيهدف إلى تحسين شروط الأهلية الترشح والتشديد على مجموعة من الشروط في حق المترشحين، منها عدم خضوعهم لأي حكم قضائي نهائي وعدم تورطهم في الفساد الانتخابي. وهناك أصلا مجموعة من مشاريع القوانين اللي كتهم الأحزاب السياسية ولوائح الانتخابات، واقتراح بإلغاء القاسم الانتخابي واعتماد العتبة المشاركة. هذا التحرك في المجمل ديالو كيبين لنا بأن الدولة كتحرص على نزاهة البرلمان وعلى نزاهة الانتخابات اللي غادي تكون 2026، خصوصا وحنا كنعرفوا أن البرلمان المغربي مؤخرا مجموعة من أعضائه يخضعون لمحاكمات تثبت تورطهم في مجموعة من قضايا الفساد، وهذا الشيء كيعطي صورة أو سمعة خايبة على البرلمانيين وعلى الفاعل السياسي داخل الوسط المغربي، مما كيؤدي بخلق نوع من كسر هذيك الثقة للمواطن في المؤسسات. وهذا الشيء اللي خلى هاد المشاريع القوانين كتخرج إلى حيز الوجود لمحاربة هذا النوع من الاختلالات. وهذا الشيء بان لنا بوضوح، والسؤال اللي كيطرح نفسه هو أن هاد مشاريع القوانين واش غتغير وجه السياسة في المغرب. هاد الشيء بالتأكيد وبالضبط اللي قال السيد وزير الداخلية عبد الوافي الفتيت بأنه سيكون مشروع تخليق الحياة السياسية بالمغرب. هذه المشاريع القوانين غتغير وجه السياسة في المغرب، وهذا الشيء بالضبط اللي قال وزير الداخلية عبد الوافي الفتيت بأنه مشروع تخليق الحياة السياسية في المغرب، لأن هذا القانون غيجيب مجموعة من البنود، منها بأنه أي واحد ثابت في حقه حكم استئناف أو حكم ابتدائي في قضية جناية ممنوع من الترشح، وأي واحد ثابت بأنه عنده فساد انتخابي ممنوع من الترشح، وأي واحد سبق تم العزل ديالو من قبل هو الآخر ممنوع من الترشح. دون كما أكد السيد الفتيت بأن هذا القانون يحاول أن يحد من دور الرقمنة في التأثير على النتائج الانتخابية، ممنوع نشر الإشاعات وممنوع استعمال الفضاء الرقمي للتأثير على الناخبين. وهذه كتبين لنا بادرة زوينة، خصوصا أن المجال الرقمي يمكن يأثر على الرأي وعلى التوجه الناخبين. وهنا يمكن فتح هذا القوس على مواقع الولايات المتحدة الأمريكية سنة 2016 حينما تدخلت روسيا بدورها في الانتخابات وخرجت مجموعة من التسريبات تؤكد. وهنا كتبان لنا الداخلية المغربية تحاول أن تحمي الانتخابات من التدخل الأجنبي، ومنعاش على جميع الأحزاب بأنهم يقوموا بحملات انتخابية على وسائل التواصل الاجتماعي والمؤدى عنها. وهذا الشيء ميمكنش غيكون اختيار اعتباطي لوزارة الداخلية، لأن وزارة الداخلية بطبيعة الحال دارت واحد الدراسة قبلية باش تجاوز جميع النواقص والاختلالات اللي عرفتها الانتخابات السابقة. وهنا هذا منع الحملات على المستوى الرقمي يشكل ضربة لبعض الأحزاب المغربية، وخصوصا واحد الحزب بدون ذكر اسمه كان استافد الانتخابات الفارطة من الحملة الرقمية، وهذا الشيء ضربة وخسارة غيشكلها لهذا الحزب. وهنا منع كلي على الأحزاب باش يعتمدوا الحملات الرقمية، بمعنى مساواة، والحملات
غتقتصر على جرائد الحزبية وعلى القنوات الرسمية. حتى استطلاعات الرأي سيتم منع الإدلاء بها، يعني 15 يوم قبل الحملة الانتخابية وحتى يوم التصويت. وهذا المشروع القانون كيأكد بأنه يمنع منعا كليا استخدام الذكاء الصناعي وغيرها من الوسائل يوم الانتخابات، يعني باش ما يكونش تأثير على الناخبين هما اللي غيقرروا شكون اللي غيفوز بالانتخابات، يعني هما أساس المشهد الانتخابي. وحتى الناخبين بدورهم ممنوع عليهم نشر الإشاعات يوم الانتخاب. وهنا كيبان لنا كاين حرص كبير ديال الدولة حول حماية العملية الانتخابية. كنلقاو بأن وزارة الداخلية حاولات تسد جميع النوافذ وتخلق واحد العدالة بين الأحزاب في التوجه نحو الانتخابات، بمعنى البرامج الحزبية والقدرة على الإقناع هي اللي غتخلي المغاربة يختاروا شكون الحزب اللي غيوافقهم وغيتميز بالأغلبية وغيحصل على رئاسة الحكومة. هذا الشيء اللي كيبان من هذا المشروع القانون، فاش من خلال ما خرج وما تداول حول هذا المشروع كيبين لنا بأن الدولة الرغبة ديالها هي خلق نوع من النزاهة العملية الانتخابية وإعادة الثقة للمواطن وإبعاد كل المشبوهين عن المجال السياسي. وهذه تحسب لوزارة الداخلية شخصها عبد الوافي الفتيت الذي يحرص على الأخذ بالتوجهات الملكية. هنا علاش المغرب بالضبط يفعل هذه القوانين؟ لأن الظرفية السياسية كتحتم على المغرب يفرض هذه القوانين ويحرص على نزاهة الانتخابات، خصوصا ما حققه المغرب. هذا المشروع القانون كيهدف إلى زيادة عدد النساء سواء على المستوى الجهوي وحتى الحفاظ على مقاعد النساء داخل الانتخابات الجزئية، بمعنى أو عدد مقاعد النساء في الانتخابات. كما كيحرص لأن يتم دعم الشباب اللي عنده سن أقل من 35 سنة سواء داخل الأحزاب أو بصفة مستقلة، وهذا أمر جيد، يعني كيعطي واحد المؤشر نحو تشبيب المجال السياسي. المشروع القانون اللي غيتفعل من المستقبل كيأكد وكيتوفر على مجموعة من العقوبات الزجرية، يعني عقوبات سالبة للحرية وغرامات مالية اللي كتأكد توجه الدولة الجاد في محاربة الفساد الانتخابي. لكن هذه القرارات اللي اتخذت الدولة والمجهودات اللي دارت واش غادا تنجح وتحارب هذا التضليل الإعلامي أو التأثير على الانتخابات وتمنع الفساد الانتخابي؟ حملة الانتخابات 2026 أعطينا الجواب. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.